اهلا بيكم في قناة يوميات عبد الحميد وجهاد ونسوم. وحشتونا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير حبايبي، احلى متابعين في الدنيا. عارفة ان احنا اتأخرنا عليكم كتير في الفيديوهات، بس النهاردة رجع لكم بفيديو جميل جدا ومسلي جدا، وهيبقى عايزة اقول لكم يعني تعويضا لكم عن الغياب بتاعنا في الايام اللي فاتت. النهاردة بقى نزلنا جبنا مشتريات كتير قوي قوي، على اساس ان احنا طبعا نفيدكم بالفيديوهات بتاعتنا، علشان احنا بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات. جبت مشتريات حلوة قوي زي ما انتم شايفين كده معايا. يعني عايزه اقول لكم حبيت اجيب كل المشتريات اللي ما تخليش اي حد ينزل يجيب لي طلبات من بره البيت. بس بقى ما تنسوش يا جماعة تشتركوا لنا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. زي ما انتم شايفين كده بقى حبايب قلبي، جبت لكم مكرونات ورز وسكر وزيت وشاي كل حاجة. بس حبيت بقى أبدأ بالمطبخ بتاعي. طبعا رتبت المطبخ ونظفته وظبطت الأماكن، أحط الخزين بتاعي فين، واشوف مثلا ايه اللي ممكن يكون نواقص تاني وانا برتب كده اجيبها. فحبيت اعمل الرف ده. جبت كمية دقيق كمان عشان انا بحب المعجنات وبحب حاجات البيتزا والكيك وكل الحاجات دي طبعا عشان الولاد في البيت. زي ما انتم شايفين بقى كده حطيت لكم الدقيق والرز والمكرونات، الحاجات كلها البقوليات يا جماعة برضو زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم بقى في التعليقات؟ عرفوني لو في مثلا حاجة انسب من كده ممكن نغيرها كمان يا جماعة. الدرج ده جانا جابت حاجات حلوة كتير قوي. عايزه اقول لكم الدرج دوت يعني بصوا مليان كل الحاجات الحلوه. انا قلت اقول لكم اهو تنورونا، هتلاقوا بصوا الدرج ده فيه كل اسمه درج الاحلام زي ما بيقولوا. حبت تجيب حاجات حلوه كمان. انا عملت ايه، جبنه ده خليته للزيت والسمنه للملح. الحاجات اللي هي يعني يعتبر تبقى مش مثلا هيبقى فيها مشكلة انها تتحط مع بعض زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم يا جماعة برضو النظام في البيت بيسهل كتير وبيوفر وقت كتير جدا جدا. كمان انا بيجي يوم من الايام كده مثلا بلاقي نفسي فاضية او عندي وقت، بحب افصص توم، احب اعمل البصل، اعمل فلفل، حاجات كتير بتوفر معايا وقت. صدقوني النظام في البيت يعني بجد جميل. كمان بقى لقيت عروض حلوة كمان وانا بجيب المشتريات دي، يعني بجد عجبتني جدا. فركزوا يا جماعة برضو مع موضوع العروض ده، حاجات بتنفع في البيت بجد يعني اجمل واحسن بكتير من الفلوس في البيت. انا عن نفسي لما يكون مطبخي فيه كل حاجة انا بالنسبة لي احسن بكتير من الفلوس اللي ممكن تكون متوفرة. ايه رأيكم بقى كمان الدرج دوت الرف دوت حطيت لكم بقى كل حاجة زي ما انتم شايفين كده. مكرونات بأنواعها، الرز، الزيت، الدقيق، ملح، كل حاجة يا جماعة كل حاجة موجودة زي ما انتم شايفين. وده الرف التاني برضه اهو. جبت الملح ده نوع نضيف قوي عايزة اقول لكم، وكمان الزيت والسمنة. كل حاجة تبقى مختلفة، ووجود الحاجة في البيت بجد يعني بيفرق كتير. عايزة بقى رأيكم في التعليقات، قولولي ايه رأيكم بعد ما ظبطنا الدنيا وحطيت كل حاجة مكانها. يا رب ان شاء الله كده الحلقة بتاعتنا تعجبكم. رأيكم ايه يا جماعة؟ انا عايزة بجد يعني اقول لكم لقيت عروض حلوة قوي وانا بشتري. اكتر الحاجات عليها عروض بجد بتبقى فرصة. جبت حاجات كتير. وبرضه عاوزة اقول لكم يا جماعة حاجة حلوة قوي. يعني مثلا ربنا كرمك ونزلت جبت شوية مشتريات او حاجات، جايبة كمية او جايبة عدد، ممكن تجيبي شنطة كده جميلة حلوة، تحطي من كل حاجة فيها، مثلا نوع من المكرونة من الرز حاجة حلوة، فرحي بيها حد. يعني زي ما انت فرحتي بيتك وجبت حاجات حلوة، ممكن تفرحي برضو حد بالمشتريات دي او كده. شنطة جميلة حلوة كده خليها لصاحب نصيبها كده. برضو في الاكل بتاعنا عايزة اقول لكم احنا بنعمل اكل وبنرمي كميات قد كده. طب ما انا من البداية ابقى انا عاقدة النية كده ان شاء الله كده كل ما يتوفر طبخة حلوة ان انا اخرج منها برضو يكون حد يفرح. كمان جبت منسيتش المنظفات زي ما انتم شايفين كده. جبت الصابون بانواعه، جبت بريل، جبت اريال، جبت كل حاجة. دي بقى رف البقوليات اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين. العلب دي عايزة اقول لكم تحفة بجد تحفة. والغطا بتاعها ده يعتبر بالنسبة لنا معيار، اللي هو انا بشيل بيها وببقى انا عارفة بعمل بيها ايه. كمان جبنا
معاكم زي ما انتم شايفين التمر ده حلو قوي. يعني عايزه اقول لكم الولاد عندي مثلا اعمل لهم اللبن واحط لهم فيه